تفتكر ايه اللي ممكن يحصل لجسمك لو فضلت يوم كامل من غير نوم؟ الحقيقه ان جسمك هيبدا ينهار، ولو انت جربت تقعد يوم كامل من غير نوم فقول لنا بقى الحاجات اللي ظهرت عليك من الحاجات اللي انا هقولها لك دلوقتي. بعد من 6 ل 8 ساعات من السهر عقلك بيبدا يفقد التركيز وتبقى عامل زي السكرانين بالظبط من غير ما تشرب اي كحول. وبعد ما توصل من 12 ل 16 ساعه هرمونات التوتر زي الكورتيزول بتبدا تزيد في جسمك، وضغط الدم بيزيد ومودك بيبدا يتغير بسرعه جدا، وتلاقي نفسك بتتعصب من اتفه الاسباب. وبعد 20 ساعه الذاكره قصيره المدى بتبدا تنضرب، وتبدا تعمل اخطاء غبيه في ابسط الحاجات اللي انت بتعملها في يومك، زي انك مثلا تروح تحط الموبايل في الثلاجه او تخش بالاكل الحمام. وبعد 24 ساعه من السهر جسمك بيبدا يتعامل على انه في حاله تسمم عصبي، وساعتها تبدا تشوف هلاوس بصريه وسمعيه مش موجوده، بالاضافه ان كفاءه جهازك المناعي بتبدا تقل بالتدريج. ودي الحاجات اللي ممكن تحصل لو انت فضلت 24 ساعه من غير ما تنام. فالنوم هنا مش رفاهيه، النوم هنا عباره عن صيانه يوميه للجسم بتاعك. اكتب لي بقى تحت في الكومنتات حسيت باي حاجه من دول لما سهرت، ولا انت اتاقلمت وتعودت انك تسهر 24 ساعه.